ميسي خارج أسوار برشلونة. نعم، هي حقيقة وليست خيال، وما استبعدناه في الماضي أصبح واقعا معاشا. والخبر من الموقع الرسمي لنادي برشلونة، خبر نزل كالصاعقة على الأعداء قبل العشاق. فكيف لمن قدم هنا صغيرا وترعرع بين أحضان النادي، عاش أفراحه وبكى لمآسيه، يصبح في رمشة عين من الماضي. ميسي كان هو برشلونة، وبرشلونة كانت هي ميسي. فكيف ستصبح البارسا من دونه؟ لا يمكن حتى أن أتخيل ذلك. وفي بيان الرحيل أعلن النادي أنه على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة لكل الطرفين لتوقيع عقد جديد، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات الحالية والهيكلية. ونتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية. وأتم البيان، يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية. خانتني العبارات وذهبت عني الكلمات. 17 عاما من السحر تنتهي بهذا الشكل الغريب، وما كان إشاعات في الماضي القريب أصبح حقيقة وواقعا معاشا. فبعد رحيل الدون عن الليغا ومغادرة راموس أسوار القلعة البيضاء، هو بصيص الأمل المتبقي، بل كل الأمل وكل النور الذي كان يجذب أنظار العالم للدوري الإسباني في طريقه للخفوت. والسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني، والذي رفع لواء الحرب ضد برشلونة وريال مدريد منذ مشروع السوبر ليج، وعدم قبول 10% كحصة من حقوق نقل البث التلفزيوني، ما جعله يرفض وبشدة أن يتخطى برشلونة سقف الرواتب المحدد، وهو ما جعل ميسي تلقائيا خارج أسوار النادي. حرب خفية تلك التي يقودها تيباس على برشلونة وريال مدريد، الرابح فيها لا أحد والخاسر فيها الجميع. فالليغا ستتراجع نسب مشاهداتها ويتراجع ترتيبها ضمن أقوى دوريات أوروبا، بل دوريات العالم. وبعد أن كان صراع الريال وبرشلونة بين الدون وميسي، وبعده ميسي وراموس من جهة أخرى، سيصير فاتي وفينيسيوس نجوم الشاشة. فبالله عليكم، هل تصح مثل هكذا مقارنات؟ لابورتا والذي بنى حملته على شعار واحد، وهو تجديد ليو ميسي وإعادة الأفراح والليالي الملاح لقلعة نيوكومب، وعند استقدامه للاعبين نسي أو تناسى أهمهم، وكانت غلطة الشاطر ب1000. والوعد الذي أعاد لابورتا لبرشلونة ربما يكون سببا في إخراجه منها. فالردى أهون عند أنصار برشلونة من العيش من دون الليو، بل ورؤيته بقميص آخر. ثلث ألقاب النادي جلبها الفتى الأرجنتيني لخزانة البلاوغرانا، عادل فيها تاريخ ريال مدريد في 17 عاما، فقبله كان لبرشلونة 57 لقبا مقابل 70 للريال. ولكن في الوقت الحالي تعادلت الكفة ب92 لقبا لكل فريق. فلمن ستترك برشلونة يا ميسي؟ إذن هي الصدمات حين تتوالى على العالم. جائحة كورونا غيرت مجريات التاريخ، وما كان في الماضي القريب محالا صار اليوم واقعا نعيشه ونتألم لحدوثه. ملاعب من دون جماهير، وكرة من دون إحساس، ومباريات من دون طعم. ومن كانوا بالأمس نوادي في حكم المغمورين صاروا اليوم يتطاولون على النجوم من دون حسيب ولا رقيب. فهل هذه هي كرة القدم التي عشقناها، أم أنها صارت تجارة الرابح فيها من يعطي أكثر والخاسر العاشقون المتيمون؟ طيب الله أوقاتكم. محمد الساقي، كورة وبس.